هنا رسمة أخرى، طبعا هم كاتبين باللغة الكردية أنه بمناسبة زيارة البابا فرانسيس إلى إقليم كردستان العراق. هنا أيضا رسمة نفس الموضوع، نفس الكتابة، ولكن الفئة 1000 دينار. السؤال بقى، أهم شخصية في تاريخ المسلمين الأكراد من؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي. هل إقليم كردستان العراق عمل طابع بريد لصلاح الدين الأيوبي؟ في حدود معلوماتي لا. يعني أنتم عملتم طابع بريد لشخص أجنبي، طب اعملوا لشخص كردي. أنا العرب وحشين والأتراك سيئين، الأكراد حلوين. في واحد اسمه صلاح الدين الأيوبي الله يرحمه، ده راجل كردي مسلم صالح، والصليبيين كتبوا عنه وشجاعته وفروسيته ووفاءه ورحمته الكثير. فمفروض ان حكومة كردستان العراق والأحزاب التي ترفع راية الكردية، وهي أحزاب يقودها لوبي أرميني، مفروض ان هي تقول نحن أحفاد صلاح الدين. لكن لو صلاح الدين الأيوبي موجود الآن، والله لحكومة كردستان والأحزاب هذه والله لأعدموه، أقسم بالله لذبحوه. هل صلاح الدين الأيوبي كان مع إقامة كردستان؟ صلاح الدين الأيوبي مع هذه؟ أبدا. صلاح الدين الأيوبي يقول لك هذه ليست بلدي. صلاح الدين الأيوبي يقول لك هذه ليست بلدي، إنما بلدي تركيا، بلدي كلها سوريا، لبنان، الأردن، مصر، العراق، هذه بلدي. ولا يعترف أبدا بحاجة اسمها كردستان. والجيش بتاعه كان من الأكراد والأتراك يعني. طيب أدي صلاح الدين الأيوبي، وهذا دليل أن من يحكم الأكراد ليس كرديا، لأنه لو كردي كان احتفل وفاخر بصلاح الدين الأيوبي. أغلب المصريين يطلقون على أبنائهم اسم صلاح الدين الأيوبي القائد المسلم الكردي. هنا حضرتك الدولة الأيوبية، انظر للدولة الأيوبية يا جماعة مساحتها كانت إيه؟ شوفوا الأكراد لما قالوا نحن مسلمون، ولم يقولوا نحن أكراد، قالوا نحن مسلمون، حكموا مصر كلها، حكموا شرق ليبيا، أجزاء من السودان وإريتريا، الحجاز، اليمن، الشام، العراق، سوريا، لبنان، الأردن. وانظر لدولة الأتراك كانت صغيرة، اللي هي سلاجقة الروم يعني، وده بالإسلام حكمها صلاح الدين الأيوبي. الأكراد اليوم مهما يقولوا أي شعب مسلم يرفع راية نحن كذا، لا يمكن يقوموا دولة كبيرة، مستحيل، وإلا الإسلام غلط. الإسلام يقول هو في طريق واحد للتقدم، هذا طريق الإسلام. فلو في أي مسلمين تقدموا بعيدا عن الإسلام أخبروني، أنا في حدود معلوماتي التاريخية لم يحدث. ممكن الكفار يتقدم بدون الإسلام، لكن المسلم لا، يستحيل، لازم هو كده. سبحان الله، موضوع آخر يعني. هنا هذه الخريطة، وهنا عكا حيث هزم صلاح الدين الأيوبي. من مدينة عكا أخذت فكرة هذا الطابع. هذا الطابع ده تصميمه منين؟ من عكا. لما تقرأ في تاريخ الحروب الصليبية هتجد إنه الصليبيين قصة طويلة، المهم كان في قوات للمسلمين بقيادة صلاح الدين، كان في قوات تتبع صلاح الدين الأيوبي المسلمين داخل عكا، والصليبيين حاصروها شهرين. يعني الحملة الصليبية اللي جت في ذلك الوقت جت منين؟ من بريطانيا وصارت لعكا، واللي جه من إيطاليا على عكا، واللي جاء من فرنسا على عكا، واللي جاء من ألمانيا على عكا، وحاصروا عكا لمدة سنتين، وفي الآخر دخلوها وذبحوا كل المسلمين في عكا. السبب أن جيش صلاح الدين كان فيه مكونين رئيسيين، الأكراد والأتراك، ودارت خلافات ومعارك أو نزاعات بين الجنود الأتراك والجنود الأكراد، فأدى ذلك إلى ضعف جيش صلاح الدين الأيوبي، وخذلوه بسبب أنا كردي وأنت تركي، وهزموا وذبح المسلمون في عكا. فالدول الأوروبية درست هذا التاريخ. الدول الأوروبية درست التاريخ سقوط الأندلس. هنا الأندلس، لما في الأندلس حصلت حروب بين المسلمين، هذا قال أنا عربي وهذا قال أنا بربر، ثم العرب حاربوا بعضهم وقالوا نحن قبائل قحطانية وهؤلاء قبائل عدنانية. فالعدو المسلم
أصبح يقاتل نفسه ويدمر نفسه ويهلك نفسه، وفي الآخر يأتي البابا أو كذا ويأخذ الثمرة جاهزة. فهنا هو الفلسفة بتاع الخريطة دي اللي البابا عملها إيه؟ فلسفة هذه الخريطة إنه يقول لهم أيها المسلمون الأكراد قاتلوا إخوانكم المسلمين الأتراك، وأيها المسلمين الأتراك قاتلوا إخوانكم المسلمين الأكراد، حاربوا بعضكم البعض كما حدث في عهد صلاح الدين الأيوبي. وفي النهاية بعد ما انتوا تحاربوا بعض، انتوا زمان في النهاية الحرب هتستنزف الأتراك والأكراد، قوى الطرفين تخور، في النهاية تأتي الفاتيكان وأوروبا وتأخذ كل شيء. نرجع لخريطة الأندلس، لما المسلمين البربر والمسلمين العرب قاتلوا بعضهم البعض، في النهاية من الذي انتصر؟ لا العرب الجهلة ولا البربر الجهلة، الذي انتصر الطرف الثالث الأسبان. الأسبان جاءوا من الشمال ودخلوا وأخذوا كل الأندلس، ولا بقي عرب ولا بربر. فلذلك أنا أقول للمسلمين العرب والمسلمين الأتراك والمسلمين الأكراد اقرأوا تاريخ الأندلس، لأنهم كانوا أسوأ صنف من المسلمين، كانوا يفعلون الفاحشة. فيه مؤرخ كتب في هذا الموضوع يقول كان شبابهم يرتكبون الفواحش ولا ينهاهم كبيرهم، وهو ما نفعله نحن اليوم. الفواحش ترتكب نهارا جهارا عيانا، ونقول هذه هي الحرية وهذا هو التمدن. اقرأوا أسوأ صنف من المسلمين صنف مسلمي الأندلس، ولا حضارة ولا ده ناس كانت كل حياتها في الرقص وصنف الملابس ولون الرخام في القصر والكلام التافه. يعني أين هم؟ ولذلك الله عذبهم، وعذبهم بالأسباب. يعني هذا غضب من الله سبحانه وتعالى عليهم، وعذاب الله قد يكون بيد مؤمن أو بيد كافر، يعني ليس مش معناه أن الأسباب ناس خيرين. يعني أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك القناة بالضغط على الزر، رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هناك قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها. هناك كتاب الانقلاب العثماني، مذكرات ضابط في الجيش العثماني وقت خلع السلطان عبد الحميد، يتحدث فيه عن المسلمين العرب في حرس السلطان عبد الحميد والمسلمين الأكراد في حرس السلطان عبد الحميد الذين دافعوا عن السلطان، وكيف تحولت الأمور. يجب أن ندرس كيف تحولت الأمور. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.